Once Upon a Time in Hollywood من إخراج كوينتين تارانتينو، والفيلم مبني على قصة حقيقية. في فبراير 1969 كنشوفو الممثل ريك دالتون، نجم المسلسل الشهير باونتي لو، في الخمسينات من القرن الماضي، في وقت المسمى بالعصر الذهبي لهوليوود. وهذا عشيرو كليف بول. كليف هو صديق ريك والبديل ديالو في المشاهد الخطيرة، شي سطح النق زواه، شي عافية ندخلو فيها. المهم معاه في الحلوة والمر. المهم السيد عشيرو مدة طويل وبطل حرب قديم، ودابا هو المساعد والسائق ديالو الشخصي، حيت ريك تقبض عليه شحال من مرة بسبب السياقة تحت تأثير الكحول. وريك كان معروف باللي هو شخصية شريرة في المسلسل. وهنا واحد وكيل الأعمال السينمائي اسمه مارفيل شوارز لاحظ باللي الحياة المهنية د ريك خدات واحد المنعطف سلبي، وتلاقاو مع بعضهم. وشوارز كان عاشق للسينما والأفلام، وخصوصا الأفلام الغربية القتالية اللي ريك متخصص فيها، ومعجب بزاف بالأفلام ديالو، خصوصا الأفلام د الأكشن. وعرض على ريك يسافر روما ويصور مجموعة من الأفلام القتالية تما، ولكن ريك ما كانش متحمس لهاد الفكرة، حيت كيشوف بلي هاد النوع د الأفلام ناقص بزاف على المستوى ديالو. ولكن قصفو شوارز وقال له بلي المستوى ديالو نزل بزاف في السنوات الأخيرة، والأعمال ديالو كاملة تحصرت في دور الشرير، وكيجي في الأفلام غير كيتضرب وكيكرهوه الناس وصافي، ولا في شي إعلان بايخ. وهنا ريك بدا كيحس باللي هو صافي رجع من الماضي ملي سمع هاد الحقيقة المرة. ولكن صاحبو كليف كان عنده واحد الرأي آخر، باللي هاد الأفلام الإيطالية غتقدر تعاونو يرجع المكانة ديالو في عالم صناعة الأفلام. ومن بعد وصلوا كليف للفيلا ديالو الفاخرة اللي في تيلال هوليوود، وفرح بزاف ملي شاف الجيران ديالو الجدادين، الممثلة الشهيرة شارون تيت والمخرج اللامع رومان بولانسكي. وهنا فكر ريك ولا تعرف عليهم وحضر معاهم الحفلات ديالو، يمكن يكون النجم الجديد ديال الفيلم د رومان، ويقدر يحيي المسيرة الفنية ديالو بعلاقات جدادين مع ناس واصلين. ومن بعد رجع كليف بالطونوبيل ومشى لواحد المقطورة مصدية عايش فيها كي الكلب، وكنعرفو بلي كليف شخصية مجنونة وعايشة معاه واحد الكلبة اسمها براندلي، مقطورة د الكلاب. المهم مدربة واحد التدريب بلا ما نقول لكم، لدرجة انهم كيفهموا بعضهم. ها اللي كنا كيفهموا بعضهم اذا كلاب. وفي نفس الليلة حضرت شارون ورومان واحد الحفلة في القصر د بلاي بوي، والدنيا كانت عامرة بالمشاهير السينما والموضة. وعلى غدا وصلوا كليف للاستوديو وسقساه واش كاين شي خدمة عادلة، وانا عرف بلي باقيين رافضين يخدموا معاه. ومن بعد رجع للدار ديريك باش يقوم بشي اعمال د التصليح، وهنا عمل واحد فلاش باك وتفكر الايامات ديالو ملي كان كيقوم بالدور البديل باللقطات الخطيرة، وخصوصا في المسلسل باونتي لو. وكنعرفوا المشكل اللي كيخلي المنتجين ما يخدموهاش هو الاسلوب ديالو في اللوكيشن، حيت كيعمل بزاف د المشاكل والاشاعات اللي خرجت عليه باللي هو قتل المراه ديالو. وهاد الحادثه كانت ماتت فيه مرات كليب، ولكن ما ثبتتش التهمه عليه. وفي نفس النهار كان تلاقى بروسلي، وهنا بروسلي تحداه، ولكن كليف رمى على الطوموبيل وضربو، وبهذا الشيء تطرد من الخدمه. وصل للحي ديالو واحد اسمه تشارلي، وباين على الملامح ديالو وطريقه التعامل ديالو باللي واحد الشخص مريء، وكان كيفتش على واحد الشخص اسمه تيري ميلشا اللي كان ساكن في فيلا درومان وشارون قبل منهم. والسيد مشى ملي ما لقاش يتسنى، وريك وافق يلعب دور الشرير في واحد المسلسل غربي، وتعرف على واحده من نجوم المسلسل اللي اسمها رودي فريزر وعندها 8 سنين. وملي كانوا كيصوروا ريك بدا كيتقاتل يقدم احسن اداء عنده، وتعصب اخويا العزيز ملي بدا كينسى النص، ودخل الغرفه ديالو وسخط على راسو حيت نسى النص ديالو. وهنا قرر يوقف الشراب ويوريهم الاداء الحقيقي دريك دالتون. وفي المشهد اللي موراه بهروا مريك بالاداء ديالو والارتجال اللي قدم، وعجب البطاله والمخرج لواحد الدرجه كبيره. والمخرج بدا كيمدح فيه ورجع له الثقه في نفسه مره اخرى، لدرجه ان السيد بدا كيدمع وافتخر براسو، وقالت له ترودي باللي هذا كان احسن اداء شافته في حياته. وركبات واحده من الهيديز اللي هما طائفه من المتشردين الحلوين مع كليف الطوموبيل، والاسم ديالها كان بوسيكات. وش غنقول لكم النعل الشيطان عندي ما نقول لكم. وطلبات منه يوصلها للدار، وعرف منها بلي ساكنه في مزرعه سبونلاين اللي كانت شحال هادي استوديو تصور فيها اجزاء من مسلسل بونتيلو اللي شارك فيه كليف. ولاحظ بلي بزاف من هاد الهيبيز عايشين في هاد المزرعه، وكانوا مشكلين واحد العائله اسمها مانسون. وهنا شك كليف بلي يمكن يكونوا كيستغلوا مولاد المزرعه اللي اسمه جورج سبان، وكان صاحبه من سنين هادي. والسيد حلف
حتى يشوفو عاد يمشي، حيت وحدة اسمها سارة عايشة في بيتستان اعترضت على الدخول ديالو، ولكن السيد حلف حتى يدخل وهضر مع سبان، ولكن اكتشف باللي هو مرض بالزهايمر وشبار وخلاه ومشى. وملي خرج اكتشف باللي واحد اسمه كلام طرطق له الرويضة اللي هي في الاساس الطوموبيل دريك دالتون، وطلب منه يبدل الرويضة بلا مشاكل، ولكن التفاهم ما جاب حتى شي نتيجة. وهنا بقى عليه كليف حتى خلاه يبدل الرويضة بزز منه، والجماعة ديالو واقفة كتفرج وما قادرين يعملوا حتى حاجة غير انهم طلبوا منه يمشي من المزرعة وما يرجعش مرة اخرى. وصردوا مورا واحد كيبان باللي هو الزعيم ديالو اسمه تاكس باش يجي دغيا ويتعامل مع الموقف، ولكن ملي وصل تاكس جبر كليف مشى. وهنا كنتقلوا لوس انجيلوس، المدينة الصاخبة بالاضواء والعلامات التجارية. ومن بعد مستر شوارز تفرج في واحد الحلقة من مسلسل الاف بي اي وشاف الاداء دريك دالتون تبهر به كضيف شرف، وعرض عليه دور البطولة في واحد الفيلم غربي ايطالي. وريك وافق وسافر روما ودوز تماك الفترة ديال 6 شهور، عمل فيها 4 د الافلام وزادوا في الشهرة ديالو بزاف، ومن موراهم حصيصة مزيونة، ولكن صرف منه واحد الجزء كبير في روما. والسيد كان عاجبو الحال حيت الصحافة الإيطالية مهتمة به بزاف، وعاد عجباتو الشهرة والماكلة الإيطالية. ولكن حاجة واحدة ما عجباتوش هي الأسلوب ديال المخرجين اللي تماك في صناعة الأفلام. وكليف كان معاه دائما في أي موطع كيمشيلو، وعمل بزاف د الأدوار الخطيرة في عوتريك. وتزوج ريك بالفنانة الإيطالية فرانشيسكا كابوتشي ورجعوا لهوليود مرة أخرى. والسيد ما كانش يعرف المستقبل شنو مخبى له، وخاف بزاف حيت كيحس باللي هو مهدد بالإفلاس حيت المصاريف تزادت ملي تزوج وما بقاش يقدر يتحمل المصاريف ديك ليف. واستغنى على الخدمات ديالو من بعد واحد العشرة دامت 9 سنين، وشاف باللي ضروري خصو يودعو بواحد الطريقة كتليق به. وخرجوا بالليل ومشاو لواحد المطعم واحتفلوا مع بعضهم، وكانت براندي في الدار كتحرس فرانشيسكا وهي ناعسة. وشارون اللي كانت حامل خرجت مع الزوج ديالها يسهروا برا ويحتفلوا مع بعضهم. ورجع كليفوريك للدار من بعد ما قصروا واحد القصارى ملكية، وكانت الامور كامله ماشيه 5 ومشى ريك يوجد المشروب السحري. وريك وجبد لك واحد الصاروخ كان شراه من عند ديك الهيبيس. ومن بعد صار رد براندي وصلت واحد الطوموبيل غريبة للحي ديالو، وخرج عندو مريك اللي سمع الصوت د الطوموبيل العالي وبقى كيسمع لهم في الهضرة وبهدلو ملي عرفو هما مجموعة من المتشردين دخلوا للمجمع بالغلط وزرب عليهم وأمرهم يخرجوا بالزربة. وملي بعدو شوية بالطوموبيل كنكتشفوا بلي هاد 4 الأشخاص ساردو تشارلي باش يقتلوا شارل ورومان اللي هما حاليا عايشين في الدار د تيري ميلشار. ولكن ملي شافوا معاملة دريك العدوانية بناء على المعتقدات ديالهم قرروا يقتلوا ريك دالتون قبل ما يقتلوا شارل ورومان، حيت ريك ممثل وعمل بزاف د الافلام كيقتل فيها الناس. وملي كانوا اطفال كانوا كيتفرجوا في التلفزيون وتعلموا منه وملي فحالو القتل والاجرام، وضروري ينتقموا منه دابا حيت هو اللي كان السبب ديالهم في هادشي. لا تحترم على رايك. ونزلوا من الطوموبيل ومعاهم السلاح، والرابعه ديالهم هربت بالطوموبيل ورجع كليف ومع براندي. وكليف ما كانش يقدر يشوف حتى الطريق بسبب ديك الصاروخ الارض جا واللي تبوق به، وحيت كان الليل حتى واحد ما سمعو. ولكن براندي سمعت شي صوت كيقرب وحتى كليف سمعو، وهنا دخلوا عليهم سبيطار د الحمى وهزوا السلاح على كليف وبداو كيهدوه ومشاو كيفتشوا على فرانشيسكا. وكليف بقوة التبويقة السيد ما متيقش هادشي اللي كيشوف، والسيد طرطق بالضحك الضحكة طالعة من البنان. وعرفوا باللي هما من عائلة مينسون المتشردين اللي كانوا في المزرعة، وسماهم كاملين. هذا تكست الزعيم ديالو، وهادو ما طاتي وسادي وكيتي الدريوشة جالسة ترانكيل ومع راسها. وعاد تكست بغات كيلاس زينات، وفي لحظة كليف عطانا الإشارة وهي تهجم على تكست. واش غنقول لكم الافتراس ابن عمي، وتا هادو هما اللي صلحوا البشر. وعاد المزغوبة بغات تهجم على ريك كان عمل لا بوز كيما عمل بوز نبيك. المهم تحيحت ضربة من هنا ضربة من هنا، وفرانشيسكا عطات نكاتي واحد البطبوطة بطبطاتها. ومن بعد ريك جا فيها واحد الموس في رجلو، ولكن السيد بالتبويقة ما حس بوالو. ولا يمي هنا غتكون احسن لقطة في الفيلم، انت كتعرف شنو دار ليا وينيري عزت عليا خويا العزيز. وهربت فرانشيسكا وكاتي نبيت وشدو عليهم الدم، وشادي كانت ما بقات كتشوف والو وغير كضرب بالسلاح، وهرست الزاج ودخلت لابيسين على ريك. والسيد مسكين كان عايش في واحد العالم ديالو بوحدو حتى كيشوف القرطاس في السما كيرقص، وشاف باللي ولا بقى هيدا عاد صاردو عند الله يجفف في الاخره. على ديك الشيء مشى جاب واحد قذيفه اللهب عنده كان خدم بها في واحد الفيلم شحال هادي وبقات عنده. وهنا عمل لها واحد التقرميله مع واحد التقرميشه وهي في وسط الميه. يا سلام سلم. وملي السيده ودات والاجواء هدات الشرطه جات قافيه عاودوا لهم على القصه اللي وقعت كامله.
وداو كليف باش يعالجوه، وريك شكرو بزاف على هادشي اللي عمل معاه وقال له you are good friend. وفي نفس الليلة من بعد هاد الإزعاج اللي وقع في الحي كامل تعرف ريك على بولاند وشارون، والسيد اكتشف باللي هما بجوج بيهم من المعجبين ديالو من بعد ما كان كيحلم يتلاقاو، وعرضوه يدخل معاهم للدار وتعرفوا على بعضهم مزيان، وهنا كيكون تفتح له طريق جديد وفرص جدادين في عالم التمثيل. وهكذا كيكون الفيلم ديالنا ساهل. كنتمنى يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناة، واهم حاجة اهم حاجة الاخوان، اهم حاجة الحبايب ديالي، ما تنساوش ديك اللايك وتخليو شي كومونتير زوين وتشيروا الفيديو، ويلا بيس.